عايز تعيش حياتك بشكل أفضل؟ تعالى وأنا هقولك تعمل إيه. أول حاجة، خلي فيه وقت في يومك للتأمل. اقعد مع نفسك وفكر بشكل إيجابي. ادعي ربنا بكل اللي بتتمناه وكل اللي نفسك فيه، وانت جواك يقين ان ربنا هيستجيب وهتتحقق. تاني حاجة، اعرف ان 10% من أحداث حياتك خارجة عن إرادتك، لكن 90% من أحداث حياتك نتيجة تفكيرك وأفعالك. واعرف ان انت المسؤول عن سعادتك أو عن حزنك، عن نجاحك أو عن فشلك. ده اختيارك انت. تالت حاجة، اعرف ان الاستمرار هو سر النجاح. لو أخدت خطوة ناحية شيء معين وفشلت في الخطوة دي، اوعى تستسلم، اوعى الإحباط يسيطر عليك. لأ، استمر وخد الخطوة تاني وتالت. الاستمرار هو اللي هينجحك. دايما خلي أولوياتك للشيء اللي هيعود بفايدة عليك. ركز في الحاجات اللي هتفيدك أو هتفيد اللي حواليك. قسم وقتك ما بين الشغل أو ما بين الدراسة وما بين وقت الراحة. مش علشان عايز تنجح في شيء تنام وتصحى وانت بتفكر بس في شغلك أو في دراستك. وقت الراحة هو اللي هيديك طاقة ان انت تكمل. النصيحة الأخيرة، ما تضيعش وقتك ولا تهدر مشاعرك في ان انت تفكر في ناس ما تستاهلش، ولا ان انت تعيد وتزيد في مواقف ضايقتك عدت وفاتت. اللي فات مات. ركز في اللي انت فيه دلوقتي. حقق نجاحاتك. ركز في صحتك النفسية. صحتك النفسية أولوية مش رفاهية. لو الموضوع عجبكم، سيف وشير، واتمنى متابعتكم.